في طوكيو العاصمة ديال اليابان غادي يقدر المخترع المغربي فؤاد فقيري ياخذ ميدالية ذهبية، وهي أكبر ميدالية كتعطيها اليابان في المعرض الدولي للاختراعات وورد جينيوس كونفونسيون أو لا كونفونشن. اللي زوين هو أنه المغربي الوحيد والإفريقي والعربي الوحيد اللي خدا هذه الجائزة هذه، دولة اللي كتعتبر من الدول المتقدمة في العالم اليابان. ونزيدك سيدي، قبل من هذه الميدالية اللي ربحها في اليابان، فالسيد ربح ميدالية ذهبية أخرى في الكويت تقريبا قبل من ديال اليابان بشهرين، زائد أنه خدا اعتراف في جنيف العاصمة ديال سويسرا للمشروع ديالو. وقبل ما نقول لك الاختراع ديال فؤاد فقيري ما فيها باس تعرف أنه قد ما كانوا الاعترافات والجوائز قد ما كيكون الاختراع ديالك واعد وناضج. الاختراع ديال السي فؤاد فقيري هو توليد الطاقة النظيفة من الجاذبية والطاقة المغناطيسية. حاليا توليد